في اتصال هاتفي عاجل أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف محادثة مع نظيره الصيني وانغ يي، طلب منه فيها استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي لعرقلة مشروع القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية. وقد أظهر الوزير الجزائري نبرة استعطاف واضحة، مؤكدا على عمق الشراكة بين الجزائر وبكين، ومطالبا الصين بالوقوف إلى جانب العدالة الصحراوية على حد تعبيره، ومنع ما وصفه بتكريس السيادة المغربية على الإقليم. وفي المقابل تتابع العواصم الكبرى هذا التحرك الجزائري بكثير من الحذر، خاصة وأن المغرب يرى في مبادرة الحكم الذاتي الحل الواقعي والنهائي للنزاع. تأتي هذه الخطوة وفق مراقبين في سياق مساع جزائرية مكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة لإحياء خطاب قديم بات يفتقر إلى الدعم الدولي، في وقت يزداد فيه الاعتراف العالمي بسيادة المغرب على صحرائه. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.